ستار تركب سلاحك. أنا الرفيقة ريم عضو المجلس العسكري في الرقة وإدارة المحكمة العسكرية في الرقة. لقد حدثت تطورات مهمة منذ تأسيس المجلس العسكري، وهي إيصال المرأة إلى دورها الكبير وإلى كافة المجالات في المجلس العسكري، وخاصة في المحكمة العسكرية، حيث وصلت عدد الرفيقات في المحكمة العسكرية بنسبة 50%. خطوة المجلس العسكري في إيصال وإبراز دور المرأة خطوة مهمة وجديرة، وخاصة عند إعادة هيكلية المجلس العسكري وقوات سوريا الديمقراطية، حيث برز دور المرأة في قوات حماية المرأة. أنا رفيقة جنان رقم تابع لمؤسسة عوائل الشهداء، عضو مجلس الرقة العسكري. الأعمال اللي نقوم بها بمكتبنا استقبال عوائل الشهداء، استقبال شكاويهم، تشجيع الشهداء، إعلان الشهداء، تعازي الشهداء، زيارة عوائل الشهداء، تقديم مساعدات لهم، أراشيف الشهداء. طبعا بعد تأسيس المجلس العسكري بالرقة 2019 صار في تطورات أكثر، بعد تنسيقنا مع المجلس المدني، المجالس المدنية، يعني صار تطوير أكثر لمكاتبنا. وإن شاء الله نحن نقول 2020 يتطور أكثر وأكثر. جندة الرقة من مؤسسة عوائل الرفاق وعضو بيئة المجلس العسكري. عضو بالمجلس العسكري تتضمن انه زيارات لعوائل الرفيقات والاجتماع معهم والاطمئنان على العوائل بشكل عام. مؤسسة عوائل الرفاق يتضمن شغله زيارة المقاتلين بشكل كامل، زيارة العوائل طبعا، والنقاش مع الأهل بشكل كامل والتعرف عليهم، ونعرفهم على مبادئ قوات سوريا الديمقراطية. رفيقة إيمان محمد، قيادة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة يبجة. بعد تأسيس المجلس العسكري بتاريخ 9/6/2019 حتى نهاية عام 2019 أخذت المرأة بناء هيكلة جديدة خاصة بها، ليس فقط على المجال العسكري إنما على المجال المدني أيضا. أما على المجال العسكري فقد تلقت الرفيقات تدريبات عسكرية وسياسية وإيديولوجية استفادت منها، حيث كانت لها وقفة جدية على ساحات القتال والجبهات والصفوف الأمامية للقتال. في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 نتمنى على كافة الرفيقات النصر والتجربة التي خاضوها في تلك الفترة منذ تأسيس هذا المجلس أن تكون الوقفة الجدية والوقفة الحاسمة، وأن تسير على درب الشهداء الذين هم قادتنا المعنويين. نتمنى لهم النصر، نتمنى لهم التوفيق.